السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من فانتزي تيبس بالعربي. ورجعنا لكم بعد توقف طويل تقريبا بقاله اكتر من اسبوع عشان نعرض لكم اللعيبه المتوقع تألقها في الجوله 23. حارس المرمى معانا هو دارلو، حارس مرمى نيوكاسل. نيوكاسل قدرت تبقى في المركز ال 13 بعد ما كانت في المراكز المؤديه للهبوط. بما انهم الجوله الجايه هيلعبوا سوانزي الاخير، ما اعتقدش ان مهمتهم تكون صعبه سواء في تسجيل الاهداف او في الكلين شيت. في الدفاع معانا فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد اللي هيلاعب ستوك سيتي على ملعب الاولد ترافورد. ومانشستر يونايتد عودتنا ان على ملعب الاولد ترافورد ما بيدخلش فيهم اجوان غير نادرا جدا من الفرق الكبيره كمان، فما اعتقدش ان ستوك سيتي ممكن تقدر تعملها او تجيب فيهم جون، فخلي فيل جونز معاك من ضمن الاختيارات للجوله الجايه في الدفاع. ماركوس الونزو الظهير اللي بيتمركز في كل حته في الملعب، اللي بيدافع وبيهاجم ويعمل اسيستات وكمان بيجيب اجوان. لاعب زي ده لولا سعره كنت اظن انه هيبقى مع نسبه كبيره جدا جدا من لعيبه الفانتزي. اظن ان هو يبقى خيار موفق للجوله الجايه، لانه مش بس ممكن يطلع كلين شيت، ده كمان بيتمركز في منطقه الجزاء وبيصنع وبيسجل. بين مي مدافع بيرنلي من الفرق الرخمه دفاعيا واللي دفاعها صلب وصعب قوي يخش فيهم اجوان. استقبلوا لحد دلوقتي 16 هدف من اصل 22 جوله، عشان كده اي مدافع من بيرنلي بننصحك ان هو يكون معاك في التشكيله، نظرا لان سعرهم رخيص ونسبه الكلين شيت عندهم بتكون عاليه جدا. محمد صلاح نجم الفانتزي السنه دي اللي بيمتلكوا اكتر من 50% من لعيبه الفانتزي. بعد تعافيه من الاصابه اكيد هيقود هجوم ليفربول ضد مانشستر سيتي، وكمان بعد رحيل كوتينيو هيبقى كل الضوء وكل الحمل مسلط عليه عشان هو اللي يقود هجوم ليفربول، وهتبقى المهمه صعبه بس محمد صلاح قدها هدوء. كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وصانع الالعاب بتاعهم هو رجل المباريات الصعبه. ماتشهم الجاي قدام ليفربول وماتش صعب، ولكن كيفن دي بروين هو رجل المباريات دي، ممكن بلمسه واحده منه يسجل جون او يصنع هدف جميل جدا. ريتشارلسون اللاعب الرخيص اللي مستواه ثابت، ما بيسجلش لكنه بيصنع اهداف، وهو واحد من اهم مفاتيح اللعب الهجوميه في واتفورد، عشان كده بننصح بيه للجوله دي، لان هو الجوله دي ممكن يصنع او يسجل في ساوثهامبتون. بول بوجبا اللاعب اللي مش عارف له هو مع مورينيو ارتكاز ولا صانع العاب ولا ايه، ولكنه لو بيلعب في مركز صانع الالعاب بيبدع وبيتالق زي ما شفنا الجوله اللي فاتت. ماتشه الجاي قدام ستوك سيتي اللي دفاعهم في الضياع، فنسبه تالق بوجبا هتبقى عاليه جدا. لوكاكو اللي هيمشي على بوجبا هيمشي على لوكاكو. بوجبا لو صنع اهداف هيبقى بنسبه كبيره اللي هيسجلها هيبقى لوكاكو، عشان كده لوكاكو من ضمن خياراتنا، عشان زي ما قلنا دفاع ستوك سيتي في الضياع. هاري كين مهاجم البريمير ليج الاول واللي بيعتبر واحد من احسن المهاجمين في العالم حاليا. ماتشه الجاي ضد ايفرتون، وهو اخر ماتشين ضد ايفرتون مسجل في كل ماتش هدفين، فهل يعملها الجوله دي ويسجل الماتش ده هدفين او ممكن هاتريك؟ مش بعيد على هاري كين صراحه. اجويرو بعد اصابه جابريل خيسوس اصبح اجويرو هو المهاجم رقم 1 في مانشستر سيتي، والضغط كله هيبقى عليه في الماتشات الجايه. ماتشهم الجاي ضد ليفربول وده يعتبر ماتش صعب، ولكن اجويرو هو رجل المباريات الصعبه، لانه باقل لمسه ممكن يسجل هدف في منتهى الروعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. وبالنسبه لنصايح الكابتن، عندك لوكاكو، هاري كين او بول بوجبا. لو انت عايز تاخد ريسك شويه ممكن محمد صلاح او سيرجيو اجويرو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، ولينك صفحتنا على الفيسبوك موجود في الديسكريبشن تحت، اعمل لها لايك عشان يوصلك كل جديد من اخبار الفانتزي. شكرا والسلام عليكم.